معروف إن الشعب المصري شعب محب، بيقدس المحبة والعلاقة الطيبة والودادة. وعشان كده الأمثال الشعبية تكاد تكون بتضع دستور للمحبة ودستور للحب في ما بين أفراد الناس، بين معظم العلاقات الاجتماعية والصداقة والأهل والجيرة، وبين الرجل والمرأة أيضا. وبيضع الدستور ده أو بيؤكد إن من القلب للقلب رسول، يعني بالضرورة لما بتكون بتحب حد بتكون العلاقة تبادلية، بيكون هو في نفس التوقيت بيحبك. والحقيقة عن تجربة أنا بلاحظ إن الناس وقت ما بيكون في محبة بتبقى متبادلة فعلا، وقت ما يبتدي شخص يشيل من الآخر بيكون في نفس التوقيت الآخر بيشيل منه. فعن العلاقة التبادلية دي كمان المثل الشعبي بيقول ان اللي يحب ما يكرهش، يعني صعب ان الانسان علاقة المحبة تتحول الى كره، ممكن تتحول الى نمط اخر من العلاقة لكنها ما يتحولش الى كراهية. وبيقدس فكرة انك علشان المحبين ممكن تضحي او تبذل مجهود او ترضى بوجود اشخاص اخرين في العلاقة. فبيقول لك عشان الورد يتسقي عليه او داخل بيت عدوك ليه قال حبيبي فيه. فده شيء من شكل من اشكال الاضطرار اللي المحبين بيحاولوا يمارسوه علشان حفاظا على علاقة المحبة. ونتيجة المحبة بتكون طبعا العشرة الطيبة، فبتنبثق عن علاقات المحبة والمشاعر الألفة والحنان وشروط العشرة الطيبة بين الأفراد والجماعات وبين أفراد الأسرة الواحدة، وحتى خارج النطاق بين الأهل والأقارب والجيران والأصدقاء بتنبثق علاقة مهمة جدا، وهي علاقة المحبة الحب ما بين الرجل والمرأة. عشان نلاقي برضو ان الامثال الشعبية وصفتها وحطت لها قواعد وقوانين واعتبرتها نواة اساسية بتقوم عليها شتى العلاقات الاجتماعية، بس اعتبرت الحب بين الرجل والمرأة بلا مبررات، وممكن يغير نظرة الشخص اللي قدامه بشكل اساسي. وعشان كده في امثال بتقول الحب خيلة بنار هايلة، عوج السليم وعدل الميل، او الحب بهدله. واخواننا الشوام بيقولوا بدل كلمه الحب بهدله بيقولوا التساؤل استنكاري كده يضرب الحب شو بيذل، يعني قد ايه الحب علاقه مذله. وبيقول ان العين وما تهوى والقلب وما يريد، يعني بلا مبررات وبلا اسباب، وان مرايه الحب عمياء او ان الحب اعمى. وعشان كده بيقولوا ان حبيبك اللي تحبه ولو كان عبد نوبي. ايا كان، فعلاقه الحب هي بتحكم بحيث ان زي ما بنقوله لبعض ايه، خدوا عيني شوفوا بيها. يعني اي حد يستنكر ايه دي بتحبها ليه او كده يقول لك خدوا عيني وشوفوا بيها. وبيوصينا المثل الشعبي انه ان حبيتك الحية تلفح بيها، وده على فكرة مثل فرعوني قديم وما زال باقي حتى الآن. ويقول ان اللي يحب الكمون يتمرغ في ترابه، يعني فكرة تحمل دلال الحبيب أو تقله أو أي سخافات منه مسألة مطلوبة جدا. علشان كده بتوصينا الأمثال الشعبية بأنه نصبر على المحبين وعلى كل تصرفاتهم. فيقول لك خلي حبيبك على هواه لما يجي ديله على قفاه، أي تحمله إلى آخر مدى. وعيش يا حبيبي ولو تبكيني حسك في الدنيا يكفيني. ده منتهى الأثر طبعا بالنسبة العلاقات بين المحبين. في نفس التوقيت بنلاقي بعض الأمثال بتقول إنه لا، الحب لازم يكون علاقة تبادلية محكومة بقدر العطاء بقدر البذل، مقابل لي نجد مقابل لي. عشان كده بيقول تراعيني قراءة تراعيك قراءتين. هو ده مش في علاقات الحب فقط، في علاقات الصداقة، في كل العلاقات. أو من رادك ريده، من طلب بعدك زيده، أو من فاتك فوته، أو من باعك بيعه. وفي مثل بقى بيقول حاجة ظريفة جدا، بيقول من حبنا حبناه وصار متاعنا متاعه، ومن كرهنا كرهناه يحرم علينا اجتماعه. الخلاصة ان الامثال الشعبية تقريبا بنسبة 6 ل 13 بتقول ان الحب علاقة تبادلية، وانه مش وله وتدله من جانب واحد. والى جانب الكم الهائل من الامثال دي بتقول يعني في امثال طبعا بتسخر من المحبين
ومن بالذات اللي بينتظروا مقابل لحبهم وعطائهم، وان المفترض ان الحب ملوش منطق وملوش مبرر مفهومه ان الحبيب يعني المفروض يعطي دون ويبذل. عشان كده حتى ابسط امور بيعتبروها شيء عظيم. عشان كده في مثل بيقول: بصلة المحب خروف، او ضرب الحبيب زي اكل الزبيب، او القط ما يحبش اللي خناقه. فيما معناه ان المحبين بيتحملوا من علشان تستمر العلاقة وتدوم وتستقر. وبيطلب مننا المثل الشعبي ان احنا لما يعني يا ريت هي صحيح مراية الحب عمياء، نتيجة للعلاقات المحبة والودادة بتكون العشرة الطيبة. وعشان كده المصريين او الامثال الشعبية بتقنن لمسألة دوام العشرة، بانه وبيرى ان بما ان الانسان المصري انسان اجتماعي، وبيرى ان الجنة من غير ناس ما تنداس، وان معرفة الناس كنوز. ومع ذلك بنلاقي برضو امثال اخرى بتزكي انه البعد عن الناس غنيمه والاقتصار عباده وفي اتجاه اخر. بس الحقيقه معظم الدراسات اللي اتعملت على الامثال الشعبيه، او منها الدراسه اللي انا عاملاها عن الشخصيه المصريه والامثال الشعبيه، بتقول ان نسبه 10 الى 3 المصريين بيفضلوا 10 امثال الى 3 امثال فقط. المصريين بيفضلوا العشره والوداده والائتناس بالاخرين. الخلاصة إن أبرز سمات المصريين اللي بتوضحها أمثالهم الشعبية واللي ما فيش خلاف عليها إنه المصري عشري ودود طيب، يقدر المحبة بين الناس، وبيضع لها يعني علاقة، بيعتبرها علاقة تبادلية بين البشر. زي عشان كده بيقول من القلب للقلب رسول، وعشان كده بيقول اللي يحب ما يكرهش. وعشان كده أيضا بيقول اللي يحب حد يكتر من ذكره، لأنه دايما بيكشف المحبين بأنهم دايما بيجيبوا سيرة اللي بيحبوهم. وبعدين في مثل بيحذر من حاجة، أمر مهم جدا، بيقول: إن كان لك حبيب وبدك تبقيه، لا تاخد منه ولا تديه. فبيراعي المصري أنه علاقات المادية وما تدخلش في إطار علاقات الحب أو الصداقة أو الود، لأنها ممكن تفسده. وبيطالب أيضا بالتسامح. عشان كده بيقول لك: حبيبك يمضي لك الزلط وعدوك يتمنى لك الغلط. فده دليل محبة. الأمثال الشعبية مع ذلك بتضع قواعد مختلفة للحب ومتطلباته، وبتشوفها أمور ضرورية علشان استمراره ودوامه. فبتقول مثلا: بس بتحب تأكد على إنك إن حبيت، إن عشقت عشق قمر، وإن سرقت تسرق جمل. إنه يعني رغم إن مراية الحب عامية. وبيقول لك كمان بيعلي من قيمة الوفق في الحب أكتر من قيمة الجمال. فبيقول لك: قرد موالف ولا غزال شارد. والحب عايز كلفة، عشان تدوم الألفة. يعني المال برضو عنصر مهم في الحب والوفاء يعني مش بس الجمال وعشان كده في مثل بيقول لك: حبيبك اللي تحب ولو كان دب، أو حبيبك اللي تحب ولو كان عبد نوبي. فهل ما زالت شروط الحب كما هي حتى الآن، ولا تلاقيها اختلفت دلوقتي؟ ولا الحقيقة احنا هنشوف في حلقات تانية أمور أخرى مختلفة قنن لها المثل الشعبي حول الصداقة والجيرة والعلاقات بين الأهل وأهل الزوج وكل العلاقات الإنسانية، وإزاي وصفتها الأمثال الشعبية.